انا قررت ان انا بدل ما شعري ناعم كده هخليه كيرلي اللي هي عارفين الكيرلي اللي بتبقى الكرلله بتاعته دي ضيقه واوفر كده. والحقيقه انا بحب الكيرلي ده جدا 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 بدون مكوى او اي حراره. هفاجئكم من النتيجه. الوقت للفيديو لناس كتيرة قوي من بدري جدا بيسألوني عليه. عايزة اقول لكم على حاجة. انا الطريقة دي عملتها من 2000 وكام يا ربي، تقريبا 2017. اوكي، من بدري جدا. وهحط لكم دلوقتي الصور اللي وقتها، المنظر وقتها ازاي. تمام، وهكرر دلوقتي تاني معاكم التجربه. فكل اللي هنحتاجه ان احنا شعرنا يكون مبلول، دي اول حاجه، ويكون برضو معانا بخاخه فيها ميه، علشان يعني مثلا انا شعري بسرعه خالص بينشف منطقه القصه والاطراف. ومشط، اي مشط. اوكي، وشاليموهات، شاليموهات، مش عارفه داخلين في بعض، بس اللي هو شاليموهات، شاليمو يعني نوع واي حاجه، ولكن الحجم يفضل الحجم ده. اوكي، هنبدا. انا قسمت شعري نصين، بس مش شرط، عادي تقسموه نصين، يعني عايزين تعملوا من المنطقه دي عادي براحتكم. خد اول خصله مثلا دي. اوكي، اتاكد انها مبلوله كويس، وهاخد المشط. اوكي، خد الشاليمو ده وبفرد دي، مش بسيبها مبنيه. تمام، وكده بحطه كده. اوكي كده. لما باجي الفها مش بلفها كده او بلويه، لا، بلفها مفروده، اللي هو كده 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 كده. فاهمين قصدي يا جماعه؟ ركزوا في النقطه دي، لان النقطه دي اللي هتنجح الموضوع معاكم. لو عملتوها كده لا، هتطلع الكلي بتاعها مش قد كده يعني. فاهمين؟ لو عايزين تعملوها الحركه اللي بقول لكم مش هتنفع قوي دي، تعملوها كده في النهايه في اخر الخصله، لكن مش كل الخصله. فاهمين؟ طبعا اللي طلعت دي علشان قصه، بلف الحته دي لغايه الجذور. لو انت عايزه كيرلي، وده الصح بتاع اللوك ده، من اول الجذور لازم تلفيها لغايه هنا. لو انت مش عايزاها لاخر الجذور بس ده هيطلع المنظر مش حلو قوي، يبقى خليكي مش لازم تنزلي كده للجذور، وبتلفي كده اهي. عادي اللي طالعه دي القصه يعني، ولا هتشغلني ولا هحطها في بالي. تمام وهتدخل في عينك برضو عادي خالص. ماشي، هاخد بعد كده المربع اللي بعدها، وكل ما نصغر في الخصل كل ما نطلع طبعا نتيجه اقوى. انا في اول كام خصله يعني هتكلم معاكم شويه في نقط معينه تركزوا فيها، لغايه ما بعد كده هكتم الصوت بقى واسرع الفيديو. قولي خالص لما تيجوا تعملوا الموضوع ده الكيرلي ده بالطريقه دي، تكونوا مرطبين شعركم حلو قوي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا في الشاور غسلت شعري عادي بالشامبو بتاعي، ولكن عملت له حمام كريم، سبته على من اول ديل الحصان كده، من اول هنا لغايه الاخر، علشان يبقى الشعر طري. لان الطريقه دي طبعا الشعريه بتبقى كيرلي فطبيعي حتى لو ناعمه بتبقى ناشفه. فلما تخلوها انتوا اوريدي طريه بالحمام الكريم او ماسكات او كده، هيطلع معاكم منظرها اجمل، وعشان شعركم يعني برضو نحافظ عليه. فاهمين الفكره؟ وبعد كده بقى ليف ان وكده. فاهمين كده؟ عايزه اقول لكم في ناس دلوقتي بتجرب الطريقه دي بحاجات يعني مختلفه، ولكن انا زي ما شفتوا الصور من بدري جدا، من وقت ما عملتها، ومن اول مره نجحت بالشاليموهات. على الرغم ان انا كنت قبلها اخدت فتره كده من حياتي عندي هوس الشعر الكيرلي، يمكن يعني هو فعلا سبحان الله يعني محدش عاجبه حاله غيره اللي بتحلاله. فكنت بقى بجرب حاجات، وجبت بتبقى عامله زي البكر الطويل ده عليها شعري وكده، كان زي شاليموهات كده، بس اللي هو من النوع لما بتتني بتثبت. فاهمين؟ اكيد عارفينها، هي لغايه دلوقتي موجوده اصلا. انا عن نفسي كانت جديده عليا. جبت كل المنتجات اللي ممكن تخلي شعري
الكيرلي قوي الضخم ده، ولكن الحقيقه دي الطريقه الوحيده حرفيا اللي حسستني بالكيرلي الاوفر ده. فاهمين الفكره؟ مش اي كيرلي، لا الكيرلي الاوفر. انا اوريدي شعري بيعمل كيرلي كده خفيف يعني لطيف، بس برضو من اول هنا بيبقى لا ما فيهوش كيرلي من تحت بس. فانا طبعا لا، كنت بصوا اياكوا عشان انا ضحيت وطالعه بالمنظر ده تضحكوا عليا. اوكي، قولوا لي يا ايفا قمر، حتى وانتي بالشاليموهات هتقولوا لي ايه؟ زي يا ايفا ذوقك. قولوا لي ايه يا ايفا الذوق الخطير ده؟ هتقولوا لي ايه؟ ايه يا ايفا الذوق الخطير ده؟ كلكم في الكومنتس. بجد شكرا يا جماعه، يعني انتوا حبايبي اصحاب اللي بجد اللي يطبلوا لبعض في اي حاجه، فربنا يخليكم ليا. اوكي، لو عملتوها بالطريقه دي كده هبتدي اخد بقى ايه مربع تاني من هنا. ليه بنمشط الشعره لفوق مش بنخليها في الاتجاه بتاعها عادي مايله لورا؟ علشان يعني تاخد شكل الفوليوم ده. تبقى حاجه تاني في خصل ممكن تفشل بسببها كده، الخصه دي هتنزل الناحيه دي. يفضل ان انا اعملها تبقى الميله بتاعتها الناحيه دي. فاهمين قصدي؟ بصوا بقى يا جماعه، لو حد شعره طويل اوفر او غزير اوفر، في حاجتين هيعملهم. اولا هيجي شخص يساعده، هياخد خصل رفيعه جدا، يعني ما ياخدهاش كمان وسط، لا ياخدها ارفع من اللي انا باخدها دي، علشان طويله طبعا الشاليموهيه تكفيها، ولو غزيره برضو نفس الفكره. انا حرفيا مش عارفه طالعه من فين، عادي مش مهم. طبعا الطريقه دي مش للبنات اللي شعرها اوريدي كيرلي، لا الطريقه دي للبنات اللي هو زي حالاتي شعرها مش بيعمل خالص الكيرلي الاوفر ده. ف يعني تقريبا دي الطريقه الوحيده، او بقى اللي هو بالمكوى الرفيعه خالص. انا جربتها بالمكوى الرفيعه خالص بصراحه برضو حلوه، لكن لا يعني ان انتي تمسكي كده خصله يبقى لوحدها على المكوى كده سخنه قوي، لا حسيت ان هي الطريقه دي مضره جدا للشعر عكس الطريقه دي بصراحه. وده عايزه اقول لكم دي بتطلع نتيجه طبيعيه اكتر. تنبيه بقى مهم جدا جدا، عشان لو نسيت اقوله وانا خلاص بفنش، محدش يفكر يستعجل ويفكها بعد كام ساعه، لا لازم تاني يوم عشان نتأكد تماما ان الشعر نشف تماما هو في الوضعية دي. فاهمين؟ مش نشف شوية، لا نشف تماما علشان فعلا تنجح. فاهمين قصدي؟ لازم يبقى مبلول عشان برضو يفضل ثابت معاكم لغاية ما تغسلوه. بصوا يا جماعه، لما باجي اشتغل ورا بحاول اتاكد على قد ما اقدر ان الخصله واخده مربع من ورا، يعني بفرق ايدي كده، بدخل ايدي بين الشعر اخد مربع كده مربع كده وكده. فاهمين؟ وبميلها على جنب علشان اشوفها، يعني عشان في بنات تقولي ازاي هعمل اللي ورا لنفسي. لا اللي ورا بتجيبيها يا اما اللي ورا وهنا بتجيبيها كده، اللي ورا وتحت شويه بتجيبيها كده زي كده. مجرد ما تعملي اللي في الوش هتبقى خلاص ايدك اخدت انك تلقائي من غير ما تشوفي. ده الصباع ده بيمسك وده بيلف كده. واخيرا خلصت. اوكي طبعا المنظر عايزه اقول لكم يعني هو كوميدي بس جامد، تحسوا فيه مجهود كده معمول، يعني مجهود كبير. بصوا طبعا هقص اللي هنا دول نازلين كده على وشي. عايزه اقول لكم بقى بصوا فضل كله ده، وده شيء بسطني الحقيقه، لاني اختي صغيره رورا ماريا بتعشق حاجه يعني مدمنه حاجه اسمها شاليموهات، بتعشق حاجه اسمها شاليموهات. ممكن تشرب الميه عادي بالشاليمو، تمام. فانا مبسوطه ان انا هديلها دول. ودايما كده كل واحد فينا هو صغير ليه حاجه كان بيعشقها، يعني لو معاه اي فلوس يروح ممكن يجيب بالفلوس كلها الحاجه دي. انا كايفا كنت اي فلوس معايا اروح اجيب بيها البان، كنت بعشق اللبان وانا صغيره. ماريا بقى الشاليموهات. قولوا لي كل واحد كان ايه ادمانه وهو صغير، يعني انا بحس دي كده تبقى حاجه كده خصوصيه للواحد ودايما فاكرها. فقولوا لي انتوا ايه بقى. انظروا النتيجه بكره. انا كده نمت بشعري، طبعا في يعني 2 كده اتفلتوا من ورا، ولكن باقي شعري كله يعني الحمد لله، ونمت الحمد لله ما فكش. يلا نشوف النتيجه.
انا عملتها قبل كده ولكن عشان من فتره كبيره خالص عملتها فمتشوقه جدا جدا. كله ده بيتفك راحه عشان متتعقدش. اوكي الخصر دي كده تتفك، بس تتفك ايه برضو بمعلمه كده يعني. تمام يعني اهو كده. غير لو انتوا بقى عايزينه الكيري اللي هو زي كده بيبقى هايش شويه، لو انتوا عايزينه كده عادي يعني هيشوها كده، لكن يفضل انها تبقى يعني كده مركزه شويه، كأن انا دي طبيعه شعري الكيرلي الاوفر ده. اوكي الخص اللي بتبقى مش مظبوطه عادي اهو بايدينا كده بنظبطها. اوكي اللي بعدها حد هيقول لي ليه يا ايفا ما نفكش كل شعرنا ونشيله كله وبعد كده نبتدي نفك الخصل؟ في خصل هتلاقوها في النص مش تاخدوا بالكم منها، فيفضل ان كل خصه تفكوها تبتدوا تفكوها. هسرع بقى هنا الفيديو. ونحاول نبقى بالترتيب شويه علشان ما ننساش خصل في النص. عايزه اقول لكم على حاجه بجد اللي مخليه كمان يعني هو كيرلي قوي ولكن طري وبيتفرق بسرعه الخصله، ان انا زي ما قلت لكم كنت مرطباه كويس قوي وحمام الكريم فرق جدا، فموضوع الترطيب ده بيفرق قوي. بامانه تقولوا لي رايكم بجد، ايه الجمدان ده؟ ايه الجمدان ده؟ محتاجه حد يقول لي ايه الجمدان ده. انا مبهوره بالنتيجه. مثلا كده العكس بقى شعري. هتقولوا لي يا ايفا حبينا، هتقولوا لي في الكومنتات ايه يا ايفا حبينا قوي. اوكي هروح انا ارد عليكم ايه انا بحبكم قوي. اوكي بصوا اصلا كده بقى ممكن واو. قولوا لي كمان عايزين اعمل لكم يعني اي نوع شعر تاني او اي حاجه تاني، فتاكدوا ان انا هعملها لكم. يلا باي.